دائما الكركوشة اللي اخذها من مسابيح حجر غير عن باقي الاماكن. اي شنو اول شيء انواع الكركوشات؟ نسمع في وايد انواع. شنو سر تناسق الكركوشات اللي تسوونها عندكم بالذات؟ هاي البركة الشيخ. هو شوف هذه الجزء اللي فوق الشاهد زين هو اللي احنا يعني نسميه كركوشة. الكركوشة هي الخيوط اللي هي خلنا اراويك. هاي الكركوشة هاي الجزء من تكون خيط كذي هاي يسمونها كركوشة. اي اما هذه هاي يسمونها تمليكة، وهي اللي تبين يعني صدق حرفية الخراط وان هذا المصباح مخروط يدوي وانه هو يعني وايد قوي. عرفت شلون؟ وهاي هي الموضة الحين. طبعا هاي اخترعوها الاتراك اول شيء هاي الطريقة، وتكون من نفس الخامة، من نفس خامة المصباح. فهذه اول نوع منهم اللي هي التمليكة، وثاني نوع اللي هي الكركوشة، وفي عندك اللي يون على شرابة فضة او طرابزونة فضة. فهذه تقريبا انواع الشكات اللي تي على المسابيح. اللي يفرق يعني شكة عن الثانية تفاصيل بسيطة. يعني مثلا نوع الخيط. احنا مثلا نستخدم في البحرين عموما الغالب ان نستخدم الخيوط الزري. فخيوط الزري فيها لمعة حلوة، وبعدين تجيك يعني مسموتة، مو مثل خيوط القطن مع الوقت تنفل. لكن بعطيك مثلا شيء بسيط ممكن يفرق في الشكل العام للمصباح. ترى هاي الكلمة احنا وايد نسمعها، انه والله مصابيحكم حلوة يعني وذي، بس ما نعرف ليش. تفاصيل ده بسيطة، او خلينا نقول بعض يشوفها تافهة بس هي اللي مع كثرتها تسوي فرق. يعني شوف في الغالب الكركوشة زين لما تيجي تركبها على المصباح، هني عقدة الخيط مع خيط المصباح مع الكركوشة، هني تي ربطة تسوي كذي بشكل كريه في المصباح، لأنك لازم تربطهم ربطتين ثلاث. عرفت شلون؟ أبيت أشك في روحي. لا هذه تمليكة للحين بيالك على تمليكة نصبر. احنا هنا وسوينا هاي الحركة، ما اريد تبين او لا في الكاميرا، حطينا هذه ان هي تصك على المصباح، تصك على الخيط، فالعقدة ما تبين. شوف دايركت الشاهد انتي عقبه الكركوشة. هاي مثلا يعني شيء بسيط لكنه يفرق في الشكل العام للمصباح. مثلا بالنسبة للتمليكة، عندك أول شيء شوف الزيوانة هذه، هاي يسمونها الزيوانة، القطعة اللي فوق الشاهد. أحيانا نسوي تخريم، طبعا مو كل الأشكال ينفع معاها، لكن هاي الشيء إحنا مع الأشكال اللي تنفع حريصين نسوي تخريم الزيوانة من فوق هني شوي أوسع، عشان لما نسوي العقدة مالت التمليكة تدش الربطة هذه تدش داخل الزيوانة ما تبين.